ارخص ساعة هتشتريها اصلية تحت ال1000 جنيه، وايتل عملتها ساعة ايتل الجديدة، وبوكس هدايا ب 300 جنيه جاي لك هدية مع الساعة تحت ال1000 جنيه. كل ده تحت ال1000 جنيه، ومعاك ضمان لمدة سنة، اعلى مقاومة مية، بطارية بتقعد معاك لحد 7 ايام، وكمان معاك ضمان، وكمان شاشة اي بي اس مش تي اف تي، والريزوليوشن بتاع الشاشة بيوصل لحد 550 نتس. وتعالى نصلي على النبي كده. اللون الاول الاسود، اللون الكحلي الجامد جدا اللون البينك، وحصري مش هتلاقي الالوان دي غير عندنا بفضل الله. ومعاك هدايا البوكس اللي جاي من الشركه 2 اوستيك وسكرين بروتكتور. السكرين الاصليه بتاعت الجهاز هتشتريها ب 100 جنيه من بره، 2 اوستيك 22، اقل حاجه هتشتريها ب 200 جنيه. فمعاك هدايا بقيمه 300 جنيه، وسعر الساعه 990. وخد بالك علشان دي النسخه بتاعت ايتل اللي عليها ضمان، عشان هتلاقي منها دولي في السوق بيتباع، فانت واخد الساعه بالضمان وبالهدايا وب 990. والنسخه الجديده مش القديمه، النسخه الجديده مش القديمه اللي كان فيها تحديث بتاع السوفت وير بتاع العربي. في نسخه موجوده دولي، دي بتاعت ساوث افريكا او الحته اللي تحت في افريقيا، العربي فيها بيجي مكسر. نبدا نشوف الابداع اللي انا فعلا متشوق له. انا طبعا مسكت دي لمده يومين، بطاريه جامده جدا، هقول لكم على حبه مواصفات جميله. والالوان، اللون البينك الجديد، اللون الكحلي، يلا. طبعا هي الساعات بتجيلك كده بالبوكس، هتطلع كده ده اللون الجولد. انا عايزك نبدا قبل اي حاجه، اول حاجه الديزاين، ده اللون البينك، تجي لك اساتيك تاني سيليكون، نفس السيليكون ده. بص كده، ده اللون السوفت بينك او الشامبين بتاعها. خد بالك ده يمشي رجال، يعني خد بالك انا لابس اهو، انا لابس نفس اللون ده. انا بكلمك على الهاوس بتاع الساعه مش الاوستيك. الاوستيك جاي لك معاه 3 اساتيك، فصباح الفل غير براحتك. انا بكلمك على الهاوس ده، الشامبين ده يتلبس رجالي عادي جدا. الكحلي ده في الايد اهو، ده شكل الديزاين. هوريك دلوقتي حبه كلام. 990 جنيه، ب 990 وحصري. واللون الاسود دي اللي انا شلتها لمده يومين كتجربه يعني. بص حتى الاشعارات ممتازه جدا فيها. وادي اللون الاسود على الايد، واللون الكحلي على الايد، واللون مفيش ساعه فيها الالوان دي للاسف الشديد. غالبيه الشركات، طبعا احنا مش هنقفل الاستيك من تحت عشان ايه، شكل تخنت ولا ايه. ادي الثلاث الوان يا شباب، 990 جنيه. ومعاك بتجيلك بثلاثه اوستيك يعتبر من الشركه. النسخه دي النسخه الجديده بتاعت 2025 بتاعت ست سوفت وير الجديده، وجاي معاه سكرين بروتكتور. خد بالك الشاشه دي كيرف، فانت جالك معاه سكرين للشاشه. صدقني مش هتلاقي الكلام ده بره خالص. هتدفع في الهدايا كتير، هتدفع في السكرين كتير قوي. الناس اللي عارفه السكرينات الكيرف بتبقى عامله ازاي. تعالى بقى نبدا في المواصفات ونشوف الالوان. اول حاجه الشاشه اي بي اس. كل الساعات اللي هتجيلك في الرينج ده ما فيهاش شاشه اي بي اس، كلهم تي اف تي. هو انا عامل لك شاشه اي بي اس، الوان واضحه جدا عن اورايمو وعن انفينكس بصراحه للامانه. واخد كيرفد سكرين عشان نبقى بس فاهمين الكلام. جايه اتش، ازيكم؟ شايف في كيرف هنا اهو. الحته دي بتدي كده حته شكل بريميوم قدام الناس، يعني حته شكل بريميوم وانت ماسك، عن الساعات اللي بتبقى فليت بتبقى مفيش الكيرف فيها. هتسحب من تحت اشاراتك كلها، هتسحب من فوق الفاست منيو بتاعك. لو عايز تقلل الاضاءه تزود الاضاءه، تشغل الباتري سيفر، تخش يمين اخر حاجات عملتها، تخش كده شمال هتلاقي النشاط اليومي، معدل نبضات القلب، النوم بتاعك، الاجهاد بتاعك كان عامل ازاي. طبعا الاستشعارات كلها شغاله كويس جدا. هو جاب الطقس اوتوماتيك اهوت. لو عايز تشغل الموسيقى او تلغيها من هنا ماشي، هو كده شغل تقريبا، شغل وتعلي وتوطي. وبعد كده لو انت عايز تضيف حاجه تانية من الحاجات المستشعرات الاساسيه، هتخش في المنيو من جوه، هتلاقي اول حاجه يا معلم 100 وضع رياضي ايتل عاملهم لك. الساعه فيها 100 وضع رياضي. الساعه دي ب 1000 جنيه واصلي، ومفيش حاجه اسمها ساعات اصلي. اقول لك يعني ايه فكره اصلي. اصلي بتقرا الاسماء كامله، اصلي بتستقبل المكالمات كامله، اصلي مفيش اعلانات، اصلي الخلفيات كلها فري، مفيش حاجه اسمها تدفع فلوس كلام من ده. وب 990 بالهدايا، وبضمان لمده سنه من اكثر حد في الاكسسوارز عنده انتشار في مصر، 48 فرع اللي هي فروع كارل كير. تمام. فاحنا هنا هنجيب الاوضاع الرياضيه. عندك 100 وضع، تقدر تدوس تكتين كده تغير شكل المنيو زي ما انت عايز. اظن الالوان واضحه كده يعني قوي. هنجرب اتصال دلوقتي. ممكن تدوس تاني كده، ده شكل المنيو الثالث، ده شكل المنيو الرابع، ده شكل المنيو الخامس اللي هو احنا كنا ايه شغالين بيه. وعايزين نعمل اتصال كده ونقول 011 او نتصل من موبايل. الاسماء هتجيلك بشكل كامل، وهندوس كده
حاج امير، عايزين بس نزود الصوت من هنا كده. الو. اقسم بالله العظيم الصوت فتاك. اتش دي كول معناها ان الصوت، انت سامعني طبعا يا امير صح؟ سامعك استاذنك جدا. اتكلم، انا عايزك انت بقى سامع صوته عامل ازاي. دي اسمها الاتش دي كول، دي اللي نازله في الساعات الجديده بتاع 2025 كلها، ان اللي بيكلمك صوته حلو، عشان لو انت في عربيه، عشان المخالفات والرزع اللي بيحصل في مصر، فوانت في العربيه لو جالك مكالمه تعرف تبقى سامع الساعه، ما تقعدش تعمل كده، فاهمني؟ فطبعا وانت في عربيه ولا في مكان مقفول هتبقى سامع صوته كويس جدا جدا معايا يعني. سامع امير؟ ممكن تتكلم معلش، انت عامل ايه الاول؟ الحمد لله تمام. اكيد انت سامع صوتي كويس. انا سامعك كويس. بص الصوت عامل ازاي. ده بقى اللي انا بكلمك فيه، الصوت قوي جدا جدا جدا. خاصيه اتش دي كول في ساعه ب 990 جنيه بهدايا تتعدى قيمتها كمان 300 جنيه وضمان سنه. صباحكم فل. تعال. شكرا يا امير. مقاومه الميه بقى معاك هنا، ثواني هنجيب ازازه ميه. مقاومه الميه اي بي 68، ودي اعلى مقاومه ميه. طبعا شيء مهم ان احنا نجربها بالازازه دي، لان المفروض المعايير بتاعتها اعلى من كده، ولكن ولا هيفرق معانا فعليا. معاك من 25 ل 15 درجه مئويه ولحد متر ونص تحت الميه و30 دقيقه، وتنشف الساعه كويس وهتلاقي التاتش بتاعك اشتغل كويس جدا، ما فيهوش اي حاجه. وطبعا تتوضى بيها عادي، يعني تتوضى بيها عادي، ولكن ما تحطش الخرم بتاع المايك عند يعني فاهم، الوضوء اللي هو الطبيعي جدا. ودي اعلى مقاومه ميه اللي بنتكلم ان هي اللي موجوده في ابل وفي سامسونج، اي بي 68. اي بي دي اعلى مقاومه ميه موجوده في الساعات حاليا، مش مفيش بعدها. بطاريتك يا صديقي الصدوق هتكون 300 كام؟ 220 ملي امبير وبتشحن في ساعتين ونص. ماشي. بطاريتك يا صديقي هتكون 220 ملي امبير، بتتشحن في ساعه ونص، هتقعد معاك 7 ايام استخدام طبيعي، ممكن تقل شويه، و30 يوم ستاند باي. والابلكيشن كامل، ما فيهوش اي اعلانات، ما فيهوش اي نوع من انواع انك تدفع فلوس، الخلفيات كلها فري. طبعا الابلكيشن بتاع ايتل حاجه محترمه جدا. وطبعا يعني دي بفلوس. وزي ما قلنا جاي لك بوكس الهدايا، او الهدايا اللي جايه من الشركه، انك هتبقى واخد الساعه ب3 اوستيك، وفي 2 جاي لك هديه سيليكون رابر، وجاي لك معاهم السكرين بروتكتور الكيرفت هديه. عرض جامد جدا، وصدقني الثلاث الوان اجمد من بعض. هتاخدها كحلي، هتاخدها اسود، هتاخدها اللون الشامبين او الجولد. اختار الشكل اللي يجي على هواك وفي ايدك. 990 جنيه دي كده بقت قطع الكلام في الحته بتاعت ال1000 جنيه. صدقني هتوقف ساعات كتير قوي، هتوقف ساعات في اورايم، وهتوقف ساعات في الشوتك، هتوقف ساعات صيني كمان. فعلا ايتل عملتها بما تعنيه الكلمه وحرفيا. حابب اكد عليك، دي النسخه اللي بضمان. في نسخه تانية كانت نازله بساعه كده بعلبه. دي نسخه دولي بتتباع على المواقع ومن غير هدايا، وفيها مشكله في السوفت وير بتاع العربي. ولكن دي النسخه يعني ده المنتج اللي هو الاصلي، اللي هو ده نازل بضمان التوكيل. الوكيل بتاعه رايا، وكارل كيل الفروع بتاعت الصيانه. فانت واخد حاجه محترمه يعني، مش عشان وكده كده الهدايا لوحدها برقم. هتشتري من الديسكربشن بتاع اللينك فوق، ده حصري عندي انا فقط، حصري عندنا احنا فقط، مش هتلاقيه في حته تانية. رايح حالك خالص، الاستوك كله واخدينه ان شاء الله باذن الله، رقم كبير جدا ونقدر نطلع منه جمله لاخواتنا التجار. هتلاقي في الديسكربشن فوق اللينك لو انت حابب تشتري، تحت لو انت عايز تكلم حد من خدمه العملاء، ولو انت حابب تيجي الفرع هتلاقي موجوده بالثلاث الوان. اختار الشكل اللي انت عايزه، جمله عايز كميات هتلاقي برده في الفرع لو انت حبيت، او عايز تكلم خدمه العملاء في الجمله مفيش مشكله. منتج يستحق جدا، وايتل فعلا عملتها ب 990 جنيه، وبتيجي ب3 اوستيك وبسكرين بروتكتور. النسخه بتاعت 2025 يستحق انك تشتريها. حاجه حلوه تهدي بيها حد، حاجه حلوه وتليق بيك ان انا ابيعها لك وكده، بدل ما تشتري ساعه صيني والكلام ده كله. صباحكم فل ورزق وخير، يا رب يجعلنا دايما عند حسن ظنكم، يوم بعد يوم، ورمضان كريم عليكم، وشكرا.